الحمد لله الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد. تلعب ضد باريس سان جيرمان، تسجل في باريس سان جيرمان. أنا إن شاء الله بإذن الله إنه هذا مو النهاية يعني. مالك كيف حالك؟ هلا والله، ايش اخبارك؟ يلا حي. كيف امورك؟ والله تمام الحمد لله. كيف المدينة؟ والله حلوة، مدينة جدا جميلة، مدينة يعني مرة حلوة، رايقة هادية رايقة شكلها. هادية، مدينة صغيرة. كل شيء فيها يعني ناس حلوين، ناس كويسين. مرتاح ما شاء الله. مرتاح الحمد لله. مهند آل سعد صراحة لاعب، شوف في صمت، عرفت؟ في صمت مشيت أول لاعب سعودي يلعب في فرنسا. الحمد لله الحمد لله. خلينا نرجع شوي، يعني ما أنت بكبير ما شاء الله، بس أنا أعرف اللي قريته إنه الطريق ما كان سهل. يعني حتى هذه اللحظة ما كان سهل. نعم. يعني من يوم ما كنت يعني صغير، أساسا أنت لما كنت صغير كنت تتوقع إنك تصير لاعب؟ والله ما توقعت صراحة. أبدا. والله ما توقعت، ولكن يعني الحمد لله من يوم أنا صغير كنت أحب كرة القدم، كنت أتفرج مباريات مع أخواني. أنا أخواني ما شاء الله عشاق كرة قدم، يعني يحبوا كرة القدم. ما قالوا لك أنت بتصير لاعب يوم؟ والله ما حد تكلم، ولكن قبل يعني لما كنت أروح ألعب زي كذا فكانوا يعني كانوا يقولوا إنك أنت يعني كويس ولعيب. أصدقائي يتكلموا إنك أنت كويس ولعيب وهذا. فكانت يعني تجربتي منذ البداية، كنت في أكاديمية الأهلي، رحت أكاديمية الأهلي أخذوني. فكانت أكاديمية الأهلي هي اللي أسستني زيادة يعني كم عن كان التدريب. عمرك ذاك الوقت؟ كان عمري تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات. ما شاء الله صغير والله. مرة. اي كان ممكن 9 سنوات. اوكي. فرحت أكاديمية الأهلي وبدأت معاهم. فجلست في أكاديمية الأهلي تقريبا 7 سنوات. 7 سنوات جالس في النادي الأهلي. مدة طويلة والله. نعم. فتأسست هناك، أسسوني مدربين أوروبيين، أسسوني مدربين سعوديين. فكانت جدا رائعة يعني. ممكن مهند الحين في كرة القدم مؤسس من أكاديمية الأهلي يعني. ايش اللي تحسه دخلت الأكاديمية وطلعت منها، ايش اللي تغير؟ والله ما تغير شيء، بس تغير اللي فكر اللاعب. يعني لما تطلع أنت من أكاديمية الأهلي تروح أكاديمية الاتفاق، إلى الاتفاق، ففي تغييرات يعني ممكن تحصلها مدربين تغيرت عليك. ايوه تغيرت. المنطقة من جدة إلى الدمام. وقدك أصلا تعودت. وقد تعودت يعني خلاص يعني في الأمور أيوة. هذه وزي كذا. فلما رحت صراحة يعني الحمد لله يعني لعبت، قدرت ألعب، قدرت في الفئات السنية 15 سنة 17 سنة 18 سنة. درجت. ايوه درجت في الاتفاق. بدأت من 15 سنة في الاتفاق. حلو. إلين تقريبا 2024 2023. فلما طلعت فريق أول، مع مدرب جيرارد. فلما طلعت فريق أول تمرنت، لعبت كم مباراة مع الفريق الأول. فأنت كلاعب صغير يعني لما تطلع فريق أول يكون تندمج أكثر مع لاعبين يعني محترفين. كان في هذيك الفترة وإلى الآن موجودين. إلى الآن موجودين لعيبة كبار يعني. نعم لعيبة كبار يعني. كنت ألعب مع فيناندوم، ديماري جراي. فلاعبين يعني كانوا في أوروبا ما كنت تتخيلهم إنهم يلعبوا في الدوري السعودي. فما كنت تتخيلهم. كانت جدا مفاجأة يعني. فجأة كذا أنت تتمرن معاهم يعني. أنت كنت هذا تلعب فيه في السني. عرفت؟ كنت تلعب في السني يعني. الحين بسيط ممكن أسحب، ممكن أفوز عليه في التمرين. عرفت؟ فشيء جدا. توترت في لحظتها ولا تحمست؟ ممكن أول تمرين توتر. نعم أول تمرين لازم تتوتر. أول تمرين يكون لك شوية يعني مو مرة يعني متوتر مرة، ولكن لا شوية يعني. شيء جميل إنك أول تمرين تكون مدربك جرد، فتلعب مع فيناندو، مع ديماري جراي، مع لاعبين هندرسون، كابتنك هندرسون اللي كان جايب أبطال مع ليفربول. ففجأة زي كذا تلعب معاهم. فأول تمرين ممكن كان فيه ضغط شوية. بعدين اندمجت. ايوه بعدين ثاني تمرين ثالث تمرين لا والله مهند آل سعد خلاص. مهند صار يعني عادي يعني. صار يتمرن التمرين، يجي كل تمرين متحمس، يبغى يتمرن، يبغى يأدي كل ما عنده، كل ما يشوفه زي كذا. ايش سالفة السوزوكي؟ ويا والله هذا سوزوكي طبعا حارة يعني في الطائف.
فكنا يعني كذا يعني جالسين زي كذا وكنا نسمي اسماء يعني. فقالوا انه خلاص مهند سوزوكي نسميه. فجأة زي كذا خلاص كل اللي يجوا خلاص سوزوكي سوزوكي سوزوكي. ومشت. ومشت الحمد لله ومشت ولين دحين سوزوكي يا سوزوكي. عمي انا كنت في اخر أصدقائي. مباراه في الاتفاق إيه. في الشرقيه اسولف مع الشباب، قلت لهم انا طالع له مهند بروح له، قالوا بالله يقول له سوزوكي. يا على اخي طول يحبونك هذا بشكل، اللقب حقي. يحبونك وظاهر في ذكريات حلوه معهم. والله شوف ذكريات يعني حلوة، بس اسم سوزوكي هذا اللي خلاص يعني تعودوا عليه يعني خلاص اللي صاروا انا لما قال لي متعودين قلت ليه عليه. طيب أيوة سوزوكي؟ صاروا متعودين. فيشرح لي قلت له فكل ما اروح مدينة يجي مثلا معايا احد يعني يعرفني خلاص يعرفني يسميني يقول لي سوزوكي، فجأة يقول لي ليه سوزوكي؟ ليه سموه؟ يعني الأسئلة هذه متكررة علي. يعني طبيعي. ايوه سوزوكي سوزوكي، ليش اسمك سوزوكي؟ فأقول لهم نفس القصة انه كأنه زي كذا. بس حلو حلو بقى، انت اقول لك لانه حسيت انهم يعني فاقدينك من غير شر ان شاء الله، فبينكم كان علاقه يعني حلوه. علاقة مرة حلوة. يعني حتى اللي في الاعلام اللعيبه، واحد من الاداريين كبار قال لي يا اخي ترى هذا بالنسبه لنا كان زي اللي مسوي لنا جو حلو في الفريق. فحلو انك تطلع وتارك الشيء. نعم. طلعت بعدها النيوم، كيف رحت؟ والله طلعت من يوم كنت في الاتفاق في معسكر اسبانيا، كنت معسكر اعدادي. حلو. فكلمني الوكيل وقال انه عندك عرض من يوم. كلمني ممكن بعدها باسبوعين بعد معسكرنا، يعني ممكن احنا جلسنا هناك شهر في معسكر اسبانيا. فبعدها باسبوعين كلمني قال لي انه عندك عرض في نادي نيوم مقدمين لك عرض. فقلت له خلاص تمام انت شوف الامور، انت تفهم يعني في هذه الامور وزي كذا، انا ممكن مجرد لاعب يعني. انت تبغى تلعب اصلا؟ ايوه انا ابغى العب. أي. انا ابغى العب، ابغى ادخل المستطيل الاخضر. اي بلا تقعدني أيوة. كذا بس ابغى ادخل ألعب. المستطيل الاخضر. قال لي تمام خلاص انا حرد لك اليومين هذه. قلت له تمام وكلمني. قال لي خلاص ان شاء الله باذن الله العرض كذا كذا ان شاء الله باذن الله بعد يوم ولا يومين ارسل لك شو اسمه العرض على الايميل وتوقعه وترسله. قلت له خلاص يعني صارت الامور كلها على ما يرام. قال لي ايوه خلاص. قلت له الحمد لله. والله وفجاه رحت نادي نيوم. فرحت نيوم تجربه بس في اسماء برضه في نفس فيها الوقت. اسماء وتجربه حلوه حلوه جدا يعني، رغم اني انا شوف ما جلست معاهم اكثر من 6 شهور، ولكن التجربه هذه فيها طموحات كثير. كانت فيها طموحات. تحس النادي بيوصل، يبغى يوصل في كل مكان. يعني باذن الله يعني باذن واحد احد النادي هذا حيوصل بعيد. حيصير له شان، حيصير له اسم. هو حيصير له اسم. وسجلت 6 أهداف معاهم. نعم سجلت 6 أهداف. كيف تأقلمت مع المجموعة؟ الأسماء خبرة فيه. والله خبرة جدا يعني، أنا رحت على طول على معسكرهم في تركيا. فكانت التجربة يعني حلوة. ففي نفس الوقت أول ما بديت أنت لاعب موقعين معاك، فلازم تكون طموحاتك نفس طموحاتهم. يعني طموحاتي هدفنا بعيد. أيوه هدفنا بعيد، فلازم إنك تكون نفس الطموحات. وأنت هدفك بعيد أصلا. يعني الحمد لله يعني إن شاء الله كل لاعب يعني له هدف بعيد. كل لاعب أيوه. فأول تمرين لي تمرنت ولعبت معاهم في المعسكر وكل شيء. وآخر حاجة يعني لما رجعنا بدينا الدوري تأقلمت خلاص، دخلت مع المجموعة. المدرب أعرف وش يبغى مني المدرب، إيش طالب مني، إيش أسوي. فدخلنا خلاص، فخلاص الطموحات هذه إنه هذه السنة الصعود. هذا أول حاجة، أول شيء إننا نصعد. قلت له إنه خلاص يعني بإذن الله إننا صاعدين. ففي كل مباراة خلاص ندخل 3 نقاط. 3 نقاط 3 نقاط 3 نقاط 3 نقاط. هذه كل مباراة. يعني حتى المباريات اللي نتعادل فيها هذه المباراة نخش زعلانين إنه ليش تعادلنا. يعني هو كرة القدم فيها تعادل، فيها هزيمة، فيها فوز. بس فريق جاي يبغى يفوز، بس يبغى يصعد. أيوة الفريق واللاعبين، طموحات اللاعبين الشجاعة اللي فيهم يبغوا يفوزوا في أي مباراة. يعني يبغوا يضمنوا الصعود. ممكن متبقي 7 جولات 8 جولات يبغوا خلاص يضمنوا الصعود، وبيكونوا الأول في الدوري إن شاء الله بإذن الله. طيب 6 شهور مع نيوم، بعدين دونكيرك، أو كيف نطقته صح ولا؟ ايه دانكيرك. اوكي. نعم. دانكيرك نادي نفس له طموحات.
النادي ممكن من أول تواصل لي مع الوكيل كلمني قال لي إنه عندك عرض من دانكريك إعارة. ودخلت والله وشفت الفريق. الفريق منافس على الصعود، الفريق واصل إلى دور ال16 في كأس فرنسا، فشيء جدا جميل. له تاريخ من 1909 مؤسس، يعني قديم. نعم حتى يا أخي المنشأة يوم شفتها شيء عظيم ترى. والله المنشأة مرة حلوة، مرة حلوة. تبيها من ملعب، تبيها من غرف ملابس، من منشأة كاملة، من جماهير كلهم. طيب مهند، أنت الحين انتقلت طايف، جدة شرقية، طلعت برا السعودية على بعيد، يعني مرحلة ثانية جدا. أيوة. هنا كيف، إيش اللي صار؟ كيف بلغت أهلك؟ كيف والله هذه صعبة الصراحة. يعني أنت لما تكون تتنقل في المملكة العربية السعودية عادي، طبيعي، هذا شيء عادي، أنت قدك عارف، أنت في بلدك. يعني في أشياء هنا ممكن تغيرت علي. يعني لما أنا جيت هنا تكلمت مع الأهل جدا فخورين، يعني فرحانين. تكلموا معايا كل التوفيق لك وروح، وهذه تجربة حلوة. تكلمت مع أخواني الكبار، فما حد قال لي لا، ما حد رفض. فلما يعني ادوني، ايوه كلهم معايا، فلما ادوني المعنوية هذه انا قلت ليش لا، اروح واغير واشوف التجربة هذه الأوروبية. يعني التجربة الأوروبية جدا حلوة، تجربة مرة حلوة، تغير فيك، مرة تغير حلو 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 مرة من أقصى شيء. أخذت القرار، جيت أيوة هنا. فأخذت القرار، فجيت هنا. في أشياء تغيرت. ممكن أول حاجة الأكل، الأجواء ممكن برد. تتغير. أيوة الأجواء أول ما جيت برد جدا جدا برد. أنت جاي في عز البرد. أنت في عز البرد جاي، فجدا برد. فلما جيت هنا يعني أشياء، أجواء، أكل، طرق، لغة، فأشياء تغيرت كثير. فممكن أول أسبوعين كنت متحمس. ما جاتك ما حسيت بوحدة كذا؟ أيوة ما حسيت والله. شوف لين الحين ما حسيت بالوحدة. يعني ما حسيت بالوحدة إلا ممكن يومين. يعني إنه يومين. ليش؟ يعني ليه ما أجيب أخويا؟ ليه ما أجيبه هنا يجلس معايا؟ إيه جبته. أوكي. أي أخوي موجود عندي، فلما أتكلم معاه زي كذا يكون في أحد أقدر أتكلم معاه باللغة العربية. يعني باللغة العربية تقدر تتكلم مع أحد، عرفت؟ فقاعد أتكلم معاه وعادي. حلو إن معك حد يعني يرد الصوت. أيوة هذا الشيء الحلو. في طبخ بالأخير بيصير، في طلعات، في جيات فأول ما جيت يعني تغيرت الأشياء هذه. فقلت لا تقدر، أنت تقدر. أعطيت نفسي معنويات إنك أنت تقدر، يعني ما في أي شيء مستحيل، عادي. يعني ممكن أنا اغتربت في جدة، أنا اغتربت في الدمام. فالغربة يعني علمتنا أشياء، يعني علمتنا إنه كيف تسوي، كيف تطبخ، كيف تدير نفسك، كيف تنام بدري، كيف. فهذه الأشياء يعني. وهنا خاصة في فرنسا النوم بدري جدا، يعني هذا الشيء اللي حلو. يعني كلمتك أول ممكن يعني قبل سعود ومروان نفس الشيء، النوم بدري وتمرين بدري. أيوة. وصحية بدري، برمج مخك بشكل مختلف. هذا هو. ممكن أول أسبوع ممكن ما تأقلمت، لأنك تعرف أنت كنت في السعودية، فكان يعني النوم متأخر شوي. أيوة التمرين متأخر العصر. لا هنا صباح، هنا النوم يكون أقصى شيء يعني 11 ونص 10. حلو. يعني أقصى شيء 11 ونص، هذا خلاص آخر شيء. تنام عشان تصحى، تقوم تصلي الفجر. الفطور يعني دائما ما شاء الله يكون تصحى من صلاة الفجر وسحبة واحدة خلاص. أيوة خلاص. أيوة. ما عاد أرجع أنام خلاص، لأنه يعني أصحى هنا يأذن ممكن الفجر الساعة 6:30. فخلاص لما أصحى أصلي الفجر، أجلس لي شوية زي كذا، ألبس، أروح النادي. الفطور يكون في النادي، نفطر في النادي، اجتماع، بعد الاجتماع تمرين، بعد التمرين غداء، يكون هنا موجود الغداء. فبعدها تروح البيت خلاص. جربت غداكم والله زين؟ حلو. صحي جدا حلو. لا ما شاء الله تبارك الله صراحة. يعني الموجودين كلهم يعني ما شاء الله تبارك الله يعني طيب هذا في كوم، وانك تكون هنا في رمضان هذا شيء ثاني. بالله كيف كان؟ يا الله رمضان. شوف أول حاجة لما تكون يعني بعيد عن أهلك في رمضان،
تحس باشياء كثير كثير جدا كثير. صحيح. فهذا اول حاجه يعني صار لي اول يوم في رمضان، ممكن اللي قلت لو كان اهلي موجودين، يعني لو موجودين معايا كان عادي، يعني شيء عادي. ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، لا والله خلاص تأقلمنا، صرنا نطبخ، صرنا الحمد لله يعني. طبخنا ولا طبخ ثاني ولا تمشي الحال؟ والله مقضيها مكرونه. والله مكرونه يا أخي. والله مقضيها مكرونه. كويس. بس كانت الامور طيبه الحمد لله، مكرونه، رز، دجاج. بس كان يعني عشت رمضان بشكل مختلف. ممكن صح؟ بعد 5 ايام، بعد 5 ايام لا والله تأقلمت خلاص، صرت خلاص اسوي لي فطور، اسوي لي السحور، عرفت يعني. تعبت في التمارين وكذا ولا عادي؟ والله في تعب شويه. لا في الصبح تمرين. تمرين صباح، بس يعني يكون يعني باقي فيه شويه من السحور، يعني عرفت باقي شويه طاقه من السحور زي كذا، لانه هنا يأذن الساعه 6:30، فانت تتسحر تتسحر 5، فانام اصحى اتسحر، ارجع اصلي الفجر، اخذ لي قفوه شويه، اقوم اروح تمرين، ففي يعني طاقه شويه يعني حق السحور زي كذا. حلو. بس في شيء مهم الحين، كل هذا شيء وانه هدفك في باريس سان جيرمان، هذا صراحه حكايه. بالله توقعته يعني تحصل بالوقت هذا في المباراه هذه لما رحت؟ والله ما توقعت، صراحه ما توقعت. اولا قل لي كيف انت رايح تلعب قدام باريس سان جيرمان؟ والله شوف، يعني اول ما القرعه يعني طلعت مع باريس سان جيرمان، يعني كان الجميع ممكن اللي كان يعني فرحان وفي نفس الوقت خايف، يعني عرفت. يعني باريس سان جيرمان فريق من الفرق الأوروبية، فريق من أكبر الفرق في دوري فرنسا، يعني في فرنسا كاملة، عرفت. الدوري الفرنسي في أوروبا أيوه. فباريس سان جيرمان يعني لاعبينه لعيبة يعني كبار، لاعبين كبار ما شاء الله تبارك الله، لاعبين. فالكل ما كان متوقع يعني إننا يعني نروح، يعني القرعة ما كان ودنا إن نخليها يعني ضد باريس، كان ودنا نخليها في النهائي، نخليها في يعني قبل عادي النهائي شوي. اوكي أيوة، بس مو على طول كذا. ايوه مو على طول زي كذا. ولكن رحنا والله واحنا رايحين، يعني كان والله تفكيرنا تفكير فوز، حتى مين يكون باريس، يعني حتى لو باريس فريق قوي، والله لو قفلتوا عادي والله. كانت والله قريبة العظيم والله. كانت قريبة. اي ترى والله العظيم ممكن يعني اول ما جت 2-0، لما جت 2-0 اتفقنا انه خلاص، انه باذن الله الفوز من نصيبنا. 2-0 انا قلت خلاص. ايوه 2-0 ضد باريس الشوط الاول، فشيء مره حلو يعني. ولكن هو ممكن الهدف اللي جاء قبل الشوط لا ينتهي هو اللي ممكن غير المجريات المباراه. فدخلنا غرفه الملابس ممكن مرتبكين شويه، لخبط الحسابات. ايوه لخبط الحسابات، يعني ممكن لو انك فايز 2-0 في الشوط الاول، ممكن الشوط الثاني تدخل 45 دقيقة تقدر تحافظ عليها. صح انه مع باريس ما تقدر تحافظ، بس ليش لا يعني؟ ايوه بس ليش لا؟ ما في شيء مستحيل. فباريس صح انه فريق كبير، فريق الهجوم حقه يعني لاعبين كبار، فبس في يعني ما في شيء مستحيل. صح. تقدر، بس انه الهدف هذا اللي جاء قبل الشوط هو اللي لخبط المعنويات، لخبط التفكير، لخبط ممكن. لا دخلنا الشوط الثاني نستمر زي ما احنا تمام. الهدف الثاني هو اللي خلاص يعني. ايوه الهدف الثاني جاء بدري، ممكن الدقيقة 55 جاء الهدف الثاني. بس تظل تجربة حلوة. بس تظل تجربة جدا حلوة. حسيت انه انا وانت توصل يعني لاعب سعودي قاعد العب وسجلت هذا الشيء. الحمد لله يعني اللهم لك الحمد. تلعب ضد باريس سان جيرمان، تسجل في باريس سان جيرمان، يعني ان شاء الله باذن الله انه هذا مو حتى في الدوري يعني. حتى في الدوري انت قاعد تلعب كل المباريات. اي قاعد العب كل المباريات الحمد لله. ايش تغير عليك يعني كيف طريقه لعبهم والله طريقه لعبهم، اللعب هنا بدني كثير. هل عنفي عرفت؟ ايوه بدني وعنف، يعني في يعني الكتف. ايوه الكتف لازم. ايوه يعني لازم هنا تستعمل، لانه صح انه دوري ليج 2 مو نفس يعني الدوري ليج 1، ولكن ليج 2 الصراحة يعني الدوري الفرنسي ترى طلع نجوم كبار يعني انا لا اتوقع رياض محرز طلع من هنا كثير اللي طلع. أيوة لما قريت والله كثير. ايوه
فشيء مرة يعني شيء بدني كثير كبير. كل شيء يعني سرعة الريتم موجودة. فهنا ممكن بالثانية تاخذ قرارك، بالثانية بسرعة تاخذ القرار. انا شوف، انا ما ابغى احرق اشياء سجلتها قبل، بس الكلمه دي انا سمعتها في لقاء مع لاعب قال لي اللي تغير اني صرت اخذ القرار، لازم اخذ قرار بسرعه. ايوه لانه ما اخذت القرار ممكن تجيني اصابه. ممكن، ايوه ممكن القرار بسرعة تاخذه. هنا لازم تاخذ القرار بسرعة. هنا ما يخلوك يعني انك تتنفس، يعني ما حيخلوك تتنفس. حتروح كذا اول ما تستلم ما تاخذ القرار بنفسك تروح، او انك تعطي باص او ده، ممكن اصابة، ممكن صح. تنقطع منك الكورة، تخسر الكورة، تخسر ترجع مرتدة، ايوه ترجع إيه. الفريق يخسر مثال يعني كورة كذا عادية. فصراحة والله تجربة حلوة. تجربة حلوة، ان شاء الله انها ما تخلص، عرفت؟ ان شاء الله. انت طموحك تكمل. والله طموحي اكمل، يعني الصراحة الطموح لاعب السعودي انه يكمل في اوروبا. سنة هذه جميلة بالنسبة لنا، عرفت؟ في كم لاعب سعودي طلع برا. والله الحمد لله. بعدين ايش عندك، رايح بلجيكا قبل يومين 3؟ يومين اجازة والله. وين رحت الشباب؟ اي والله رحت عند فيصل ومروان. كيف بينكم تواصل دائما؟ اي بيننا تواصل، لا بيننا تواصل كل يوم زي كذا. ولما نروح اكلمهم، وكانوا بيجوا عندي وانا رحت عندهم، عرفت؟ بس هم كان عندهم مباراة. قولي مروان جانا. اي فكان عندهم مباراة. قلت رايحين له. ايه ما ادري ان كانوا بيجون حياهم والله شو، انا حتى لما شفت هالامور قلت في جيل جديد طالع في السعوديه بيشرف ان شاء الله. احنا عندنا كاس اسيا، عندنا كاس العالم. انت ايش طموحك مع المنتخب؟ خلينا نتكلم. والله شوف، ولما نادوك اصلا المنتخب ايش اللي شعرت فيه؟ هو شعور لا يوصف. هذا اول استدعاء لك في فريق اول ومنتخب السعودي، شيء لا يوصف الصراحه. يعني شعور جدا جميل. حسيت انك فعلا سويت شيء، يعني خلاص وصلت لمرحله جميله؟ مو فعلا اني سويت شيء، لا يعني شيء يعني ممكن انك تكون، يعني كيف اقول لك، ممكن شيء حلو. يعني لما انك تروح فريق اول، يعني لما يشوفوك في اوروبا وقاعد تلعب وقاعد تسجل، فهذا الشيء مره يعني فخورين وشيء جدا جميل. فانا جدا 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 سعيد انه اول استدعاء لي ورحت معاهم وهذا يعني شيء جدا جميل. من اللي حسيت من اللعيبه انه بينكم على قولتهم كيمياء، عرفت، اللي متفاهمين في المنتخب؟ في المنتخب اي في والله حامد شنقيطي، في ناس والله كثير. تحس انه في جيل جديد طالع كويس؟ في جدا جيل جديد جميل، عندهم طموح كبير مره. في طموحات اللعيبه الصغار، اللعيبه عندهم طموحات، وما شاء الله تبارك الله. الحين الدوري السعودي يعني من اقوى الدوريات، حيكون يعني جدا جميل. ففي جيل قادم. السنه هذه الدوري اصلا بصراحه مره قوي. والله هو مره قوي، منافسه مره قوي الدوري السعودي الان، مره قوي. فعشان كذا اقول لك يعني الدوري السعودي من اقوى الدوريات حاليا. يعني المفروض المجموعه اللي هناك مع المجموعه اللي هنا، الخلاصه يطلع لنا منتخب باذن الله. باذن الله في باذن واحد. وين تبغى توصل في المستقبل؟ والله نوصل باذن واحد احد. يعني التجربه هذه الاوروبيه هي اللي ممكن بدايه الحلم زي ما يقولوا. هذه بدايه الحلم ان شاء الله. الحلم طويل ان شاء الله، لسه باذن الله وبيتحقق، وبتحلم مره ثانيه وبيتحقق باذن واحد احد. كيف تتعامل مع الضغوطات صدق؟ مين تكلم؟ مين تلجأ لمين يعني بعد الله؟ الضغوطات؟ اي يعني لما تجيك ضغوطات هنا من ناحيه نفسيه، من ناحيه جمهور، تحس انك محتاج تكلم احد؟ الكل يدخل في ضغوطات. فانت لما تكلم الاهل ممكن يريحوك. هم اللي ممكن الاهل لما تكلمهم يريحوك. فانت دحين لما تكون مضغوط، اذا تدق على الوالده تكلمها، تدق على الاهل تكلمهم، يشيلوا منك التفكير، يشيلوا منك الضغوطات، يشيلوا منك. هذا ممكن الاشياء اللي تخليني يعني الضغوطات تشيلها مني. لما اكلم اهلي والله تشيل ضغوطات كثير. تحس انهم فخورين فيك جدا. لما تقعد تتكلم معهم تقول لهم توقعت اني اوصل كذا؟ والله اتكلم معهم، يقول لك ايه؟ يقولوا والله يعني كلنا فخورين فيك، وكلنا يعني واثقين انك بتطلع، كلنا يعني
حنشوفك فوق ان شاء الله باذن الله وبدعواتهم، وهذا الشيء كله هذا اللي قاعد يصير بدعوات الوالدين. الله يوفقك، تستاهل والله كل والله هذا خير. بدعوات الوالدين ما تستاهل ننسى والله. يعني. في عندك شيء قبل المباراة، يعني قبل كل مباراة ايش الشيء اللي تسويه؟ يعني تصحى في شيء معين، اشياء معينة تسويها، ولا يوم عادي يعني؟ لا يوم عادي، بس انه انا عندي يعني ما شاء الله تبارك الله برنامج، اللي هو البرنامج ده مسويه الوكيل لي. برنامج يكون قبل المباراة، اتكلم معاهم، يحللوا المنافس، يحللوا ايش ايوه ايش الاشياء اللي يسويها المنافس، ايش الاشياء الايجابيات اللي عندهم والاشياء السلبيات اللي عندهم. يعني تنزل مرة انت عارف بتقابل مين. ايوه، فيصير يعني هذا الشيء يعني اشوفه زي كذا، يعني قبل المباراة بيومين ادخل زوم اجتماع، فاتكلم معاهم يعلموني ايش انه الظهير هذا ايش بيسوي، ايش ايجابياته، ايش سلبياته. فالبرنامج هذا ممكن انه شيء حلو جدا، شيء ممتاز شيء صراحة. ممتاز الصراحة. البرنامج هذا اللي جاوا يعني الوكيل هو اللي متواصل معاهم في البرنامج هذا، فهو اللي قاعد يعلمني ايش الفريق اللي بيقابله المباراة الجاية. الله شيء حلو صراحة. ايوه، ايش الفريق اللي بقابله المباراة الجاية، تكنولوجيا، ايش الظهير زي التكنولوجيا اذا انحطت في المكان الصح صراحة والله الحمد لله وجدا جدا. طيب الحين انا اتوقع انه في لعيبة سعوديين سواء صغار او لسه يبغون يدخلون عالم كرة القدم، يحلموا انهم يطلعوا يلعبوا في اوروبا وكذا، وش يقول لهم مهند؟ والله اقول لهم اول شيء الله يوفقهم، شيء جدا جميل انك تطلع اوروبا. انت لما تطلع اوروبا انت تعرف نفسك انك انت لك مستقبل قادم، لما تيجي تحتك في الاوروبيين اكثر، تتعلم الاشياء الايجابيات، تتمرن، تكون يعني مستعد لاي مباراه، مستعد لاي شيء يكون يعني مواجهك او انه يكون ضدك، تكون عارف كيف تطلع منه، عارف كيف تكون موجود. بتضحي باشياء، ضحيت انت باشياء كثير. يعني لما انت تضحي باشياء كثير، لما تيجي تقول والله انا ضحيت كذا كذا، فانت لما تيجي تضحي يعني لما تيجي يعني تكون خايف من شيء، تذكر انك ضحيت بشيء وتشوف النتائج تقول ايوه ضحيت كذا فاستاهل كذا، فانا استاهل اني اطلع. يعني انت ضحيت بشيء جدا يعني صعب، فلا الشيء هذا اللي ضحيت فيه هو اللي تذكره دائما. في سالفة الغربة هي اللي ممكن تخلي الواحد شوي يهدي. ممكن ممكن الغربة، وخاصة برا السعودية، برا عن أهلك، برا عن ناسك، اي صح، برا عن أصدقائك، خليه شوية يقول لا ما. في أشياء. فهذه الشيء اللي ممكن بإذن الله سنة سنتين بإذن واحد أحد لاعبين سعوديين كثير حيكونوا في أوروبا. يا رب يا رب نشوفهم نجوم يلعبوا تشامبيونز ليج ويلعبوا بطولات بإذن الله، ومنتخبنا نشوفه يرجع البطولات بإذن الله. إن شاء الله. بعد الله أنتم الجيل اللي صراحة الواحد يقول يا رب نكون إن شاء الله بإذن الله شعار المنتخب بإذن الله حيوصل بعيد. يا أخي سعدتني صراحة والله العظيم. والله بإذن الله والله وأنا سوزوكي والله العظيم شخصية خرافية والله حبيبي يا شيخ. شوف لما تتكلم وتعرف يعني واحد لسه صغير وما شاء الله بالعقلية دي، تعرف إنه إحنا ماشيين بالطريق الصح. الحمد لله. الله يوفقك ابو سعدنا. اللهم امين. والله ما طولنا عليك اليوم. لا الامور طيبه وتشرفت فيكم. الله يخليك. ونورتوا فرنسا. تسلم. ونورتوني. تسلم يا ابوي. هذا الشيء يسعدني لما اتكلم مع واحد سعودي يعني جاي من السعوديه اتكلم معاه. نجيكم طال عمرك في اي مكان والله. فهذا الشيء يعني جدا جدا جميل، فاسعدتني والله كثير بهذه المقابله. حبيبنا الله يرفع شيء مره حلو. الله يخليك يا مهند. قدامكم مستقبل وترى بنتابعك اول باول باذن واحد احد ومعاك قلبا وقالبا. الله يسعدكم والله ما تقصرون. انتم يعني موفق.